اه زي ما انت شايفه كده هتعملي اكلير احسن من بتاع المحلات. شايفه عامل ازاي؟ وبمقادير سهله جدا، وبحاجه كده بقى عايز اقول لك اسهل مما يكون. هتعملي اكلير احسن من اي محل، وبوصفه سهله جدا جدا جدا. بيكلاند يا جماعه، شركه بيكلاند عملت لنا عظمه. عايز اقول لكم جاي لي عينه من بيكلاند للاكلير دوت، وعجينه البلح الشام والبروتوفورول. تمام، هنعمل احلى اكلير بعجينه فظيعه. انا زوقته اهوت وعملته. تمام، بص ما شاء الله عامل ازاي، تحفه تحفه. لا وبعدين ايه بقى، انا حشيه كمان بقى ايه، باستري بتاع بيكلاند، طعمه تحفه. وضيف له بقى حاجه كده ايه، شويه كريم شانتيه، حاجه بسيطه يعني. بس عايز اقول لكم خليه في حته تانية. ندوق مع بعض كده ونشوف. عالمي. هي عايزين تاكلوا ولا ايه؟ لو واقفين ورا الكاميرا هيموتوا، أنا عارف. بجد تحفه. خد يا حبيبي. انا انت تعبانه، انا عارف انت وبودي. سلمى كمان. عايز اقول يا جماعه بجد والله فعلا وصفه اكلير جميله جدا وسهله جدا. وما هتشوفوا الفيديو هتعرفوا ان هي فعلا اسهل مما يكون. هتعملوه وتطبقوه وان شاء الله يكون متوفر في المحل. طبعا دي كانت عينه. يلا نشوف الوصفه. يلا بينا، يلا بينا. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا ايه، الخلطه بتاعتنا بتاعت شركه بيكلاند، اللي هو الشو ميكس، اللي هي بتاعت الاكلير او البروتوفرول او بلح الشام. تمام كده يا جماعه. العين دي جايه كيلو، مكتوب طبعا مقدارها هنا اهوت. الكيلو دوت بياخد 800 جرام ميه، و400 جرام بيض، و200 جرام زيت. تمام كده. انا طبعا ايه عايرته عشان لو حد ما عندوش ميزان بالكوبايه، يبقى الكيلو هياخد 800 جرام ميه دافيه، يعني حوالي بالظبط 3 كوبايات ونص. تمام. والبيض الكيلو هياخد 8 بيضات كبار. والزيت دوت هيبقى ايه بالظبط كده اهوت كوبايه زيت. ده على الكيلو. احنا هنعمل مقدار ايه، نص كيلو. يبقى هنعمل ايه، نص كوبايه زيت، كوبايتين لربع ميه، واربعه بيض كبير. هنبدا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بنجيب بقى البيض بتاعنا هنا اهو. تمام. وبنحط شويه فانيليا في البيض كده اهوت. وبن ايه، بنربه كده اهو زي ما احنا متعودين بنعمل في اي حاجه بنعملها، كيك او اي حاجه بنعملها او بسكوت او حاجه، اي حاجه بنعملها. الحركه دي يا جماعه بتضيع زفاره البيض خالص نهائيا. بننزل بقى ايه بالبيض بتاعنا كده، وبننزل عليه بالزيت. يبقى حاطين ايه 3 بيضات كبار، نص كوبايه زيت اهوت، وكوبايتين لربع ميه تكون دافيه يا جماعه. الميه لازم تكون دافيه. تمام. نسخنها شويه كده وندفيها كويس. بننزل بقى بايه، بنص كيلو من بودره الايه، الاكلير. وهنبدا بقى ايه نضربها. بصوا يا جماعه انا شغال بالاداء دي، مش اللي هو بيعملوا بايه كريم شانتيه او السبونج، لا لازم نشتغل بدوت. تمام كده. بصوا يا جماعه احنا كده بنضرب لغايه لما نوصل للعجينه ايه، تكون ناعمه كده بالمنظر ده. تمام كده. بحضر بقى يا جماعه ايه الكيس الحلواني بتاعي. والتب ده انا شغال بالتب اللي هو ايه 9 اف تي دوت. تمام كده. كيس الحلواني الايطالي اللي هو البلاستيك استخدام مره واحده. لازم يكون كيس يا جماعه تقيل عشان يستحمل معايا العجينه بتاعه الاكلير، عشان العجينه برضك مش تقيله مش خفيفه. تمام كده. بصوا يا جماعه كده انا حطيتها في الكيس اهي، وبحاول ايه اشيل اي فراغات هواء منها. تمام كده. نبدا ايه نشتغل بقى كده. بسم الله، بسم الله. اهي كده.
بصوا يا جماعه، هو عمل معانا الصاج ده كده اهو، فاضل لسه برضو حته عجينه اهي هنعملها في حاجه تانية. طبعا بصوا يا جماعه بقى ايه الحاجات، الحروف اللي انتوا شايفينها دي، بنجيب شويه ميه كده اهوت وبصابعنا ونبدا ايه نظبط الحاجات ديت عشان تبقى مظبوطه معانا. كده الاكلير بتاعنا ايه اتظبط يا جماعه اهوت تمام. هنخش على درجه حراره 200. وطبعا اهم حاجه يا جماعه بقى المعلومه دي لازم نعرفها، ان احنا نطفي الفرن ونسيب الاكلير ما نفتحش عليه الفرن خالص لغايه لما الفرن يبرد. دي اهم حاجه عشان ايه ما يبقاش اي طري مننا. خلاص هندخله الفرن ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه الاكلير بتاعنا طلع من الفرن اهو تمام. طبعا اهم حاجه احنا بنسيب الفرن يبرد خالص تماما وبعد كده نطلعه عشان يفضل معانا ايه مقرمش، والرسمه بتاعته كده وما يهبطش مننا ولا يطرى. تمام كده يا جماعه. بصوا ما شاء الله، بصوا عامل ازاي. طبعا ورق الزبده بيخليه ما يلزقش مننا. بصوا يا جماعه ما شاء الله ايه الرسمه بتاعته زي ما هي، ما ساحتش ولا حاجه، مفيش فقاعات زي ما بنعمل الاكريل العادي بيطلع منه فقاعات كده اهو، تحس ان هو ايه رسمته مش مظبوطه. ومنتفخ ما شاء الله ومستوي كويس جدا. سامعين؟ بصوا يا جماعه ناشف ازاي، ما طريش مننا ولا حاجه. ده اهم حاجه في الاكلير يا جماعه. بصوا انا بنفتحه كمان من جوه ما شاء الله لا قوه الا بالله. بص ناشف ازاي بقى ما شاء الله. بصوا عامل ازاي يا جماعه، مفرغ ازاي فراغات الهواء اللي فيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. عجينته ناجحه 100% يا جماعه، جميل جدا جدا جدا. والبروتوفرول اهو طلع معانا جميل جدا اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنقطعها كده ونشوفها برضك من جوه. بصوا يا جماعه مفرغه ازاي وجميله ما شاء الله بجد يعني. بيكلاند عامله عظمه عظمه بجد يعني. طبعا احنا زوقنا الاكلير قبل كده يا جماعه، فعشان ما نطولش عليكم الفيديو فطبعا مش هنصور بقى ايه الحشو بتاعه ولا التزويق بتاعه. طبعا ممكن نرجع للفيديوهات القديمه قبل كده اهوت ونشوف التزويق والحشو. احنا بنحشي باستري كريم وبنحط شوكولاته من فوق او لوتس زي ما انتوا حابين بقى، حطوا براحتكم. هنحشيه ونرجع بقى ايه نوريه لكم بعد الحشو عامل ازاي. ما شاء الله يا جماعه بصوا بقى الاكلير بعد ما زوقناه ما شاء الله عامل ازاي. تحفه 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 بجد يعني. طبعا انا رصيته بقى في العلب دي. طبعا العلب دي اخد برضو مش الكميه كلها، في حوالي 3 اكليرات بره او 4 هم موجودين. تمام كده. وكده يا جماعه يبقى احنا بكلاند حلت لنا المشكله ايه بتاعه الاكلير اللي كانت فعلا مضايقه ناس كتيره جدا، وعملت لنا عجينه اكلير محترمه بجد. عايز اقول لكم تحفه تحفه تحفه. وان شاء الله يا جماعه بقى هيكون متوفر عندنا في اقرب فرصه. طبعا احنا كنا جايين لنا عينه من الشركه بس بنجربها كده اهوت، وان شاء الله هيكون متوفر عندنا في المحل ونديهولكم وتطبقوه وان شاء الله يطلع معاكم احسن من كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.